مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا، ولقاء جديد متجدد من كفر المبدعين، كفر الإبداع، كفر الشيخ، وتحديدا مركز سيدي سالم. من نادي أدب مركز سيدي سالم يسعدنا أن يكون لقاءنا اليوم مع رئيس نادي الأدب الدكتور طه هنداوي. نرحب بيه ونقول لك كل سنه وحضرتك طيب. الاول وحضرتك طيب، اهلا بيك استاذ محمد حيدر، منورنا في سيدي سالم. شكرا. النهارده يعني شايف ما شاء الله دروع وشايف تكريمات. كلمنا النهارده عن نبذه مبسطه عن نادي ادب سيدي سالم والاحتفاليه بتاعت النهارده. احنا اليوم يوم عادي او راتب، يعني كل يوم خميس الامسيه بتاعتنا بتبقى كل يوم خميس. بنبدأ الساعة 3 في الشتاء و4 في الصيف، علشان ندي فرصة للي بيجي لنا من بره أو عايز يروح نادي أدب آخر، لأن احنا بندعم التواصل بين جميع الأندية. نادي أدب سيدي سالم منذ نشأته أعلن الاهتمام بالنشء والمواهب والشباب، ده رقم واحد، بالإضافة إلى إبراز الإبداعات الخاصة بمبدعي سيدي سالم، وأيضا المبدعين من جميع أنحاء الجمهورية. كمان احنا أتممنا يعني بنصدر إصدار شهري بيغطي شهر فائت بمجلة إلكترونية بتغطي الفعاليات السابقة. أنجزنا منها 12 عدد، والعدد 13 إن شاء الله جاهز للنشر. بنغطي فيه الفعاليات السابقة أو لشهر سابق. الفعالية النهاردة بتحظى بتكريم 2 من مبدعي سيدي سالم، الكاتب سالم أبو شعير بإصدار تحت عنوان رحلة العائلة المقدسة، وإصدار آخر للشاعر عبد الحميد عويس بعنوان من حكايات البحيرة. عايز أعرف من الدكتور طه هنداوي رئيس نادي أدب سيدي سالم دور الأدب والثقافة في تنمية المجتمع وتعريف الشباب بالقضايا المجتمعية اللي احنا بنعيشها حاليا. ده دور مهم جدا بالنسبة لأندية الأدب. احنا دأبنا على ان في كل أمسية ممكن بيبقى فيه محاضرة عن موضوع معين في البداية قبل الجلسة. احنا عملنا توأمة مع الجماهير، بدليل ان احنا عندنا او عملنا تحت عنوان جمهرة الثقافة وثقافة الجماهير. بناء عليه بيجي لنا دلوقتي جمهور ليس من الأدباء ولا الشعراء ولا المنتمين للآداب والفنون، إنما الجمهور العادي، لأنه بدأ يجد ما يمسه من قضايا وثقافات نريد أن نوصلها إليه. هنا بالتالي بنجد ان في جمهور مش من الادباء جايين يستمعوا ويستمتعوا بهذه الامسيات. هل بيكون في تفاعل مع غير الادباء يعني من الجمهور؟ طبعا بيبقى في تفاعل، ولا اخفيك الامسيه الفائته اللي فاتت كان في تكريم لاحد ابطال اكتوبر حضر الحرب من ابناء سيدي سالم، واجريت انا شخصيا لقاء أو حوار مع الناس الأقارب، أقارب المحتفى به، أقارب المحتفى به. لقاءات مع الناس ما هم مش مبدعين، هم جايين يشاركوا، وبالتالي كان هناك تفاعل مع الجمهور اللي موجود، اللي مش من الأدباء ولا المفكرين ولا الشعراء ولا أي حاجة. كلمة من رئيس نادي أدب سيدي سالم لجمهور سيدي سالم من الأدباء وغير الأدباء. نحن في انتظاركم في أي وقت، ونحن في خدمتكم وفي خدمة جمهور سيدي سالم وفي خدمة الثقافة في سيدي سالم وخارج سيدي سالم، لأن بيجينا من مختلف المحافظات. المجلة وصلت إلى خارج الوطن العربي، ويتواصل معنا الناس من كل مكان. ما شاء الله، وده يدل على ان في جهود يعني مبذوله من نادي ادب نادي سيدي سالم، رئيس نادي الادب دكتور طه هنداوي،
بشكر لحضرتك هذا اللقاء، متمنيا لكم وأسرة البرنامج بتتمنى لكم دائما وأبدا مزيد من الرقي والتوفيق والسداد إن شاء الله. بشكرك شكر خاص على هذه الندوة، أنكم تفتكروا المبدعين وتكرموهم. شكرا دكتور طه. شكرا، متشكرين لحضرتك جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، ده كان لقاء مع رئيس نادي أدب نادي سيدي سالم. بنشكر لحضراتكم طيب المتابعة. فاصل ونتواصل.